النهارده جايب لك اسوأ صفقات موسم 2022 2023. هناخدهم كده من اسوأ للنايل بنيله. خد يا انت فتحت مستشفى في اليوفي وقلنا ماشي، انما تيجي من مستشفى اليوفي لمستشفى الليفر وما تلعبش غير 13 دقيقه بس على البرازيل يا هو ده ايوه ده ازاي يا جدع. احنا هناكل علقه. رقم 10 في قائمتنا، وده رقم مميز، وعشان هو عزيز على قلبي وزعلان منه عشان سابنا وخلع. ما كنت عامل تاك تيم ابن لذينه مع فخر العرب. وهنا بتكلم على ساديو ماني اللي انتقل من ليفربول الى بايرن ميونخ ب 35 مليون يورو، وهو في قائمتنا عشان مش ده اللي اتعودنا عليه من ساديو ماني اللي كان هداف الدوري الانجليزي مناصفه مع اوباميانج وصلاح في وقت من الاوقات. اما بقى رقم 9 فيرجوست، وانا للاسف معرفتش احطك في التوب 3 نظرا لسعرك البخس 3 مليون يورو بس والمفروض البني ادم ده جابوه عشان يعوض رونالدو. خش على اللي بعده رقم 8 ارسنال. انت يا بني ادم انت جاي تتعالج بس؟ المفروض انت جاي تعوض النص اللي خربان في ليفربول، انت ما جيتش اصلا. انت بص خلتني اعمل ايرور بالظبط زي ما سمعت واحد من اخواتنا التوانسه بيقول لي تمشيش ما تجيش، اللي هو ما تفهمش هو فيه ايه. حبايبنا التوانسه كفايه عليك كده يا ارسنال، انت خدت بما فيه الكفايه. نمبر 7، وده كان حبيبي حبيبي حبيبي، وعلى رأي المثل اللي بعنا خسر دلعنا، هي لعنه يا صاحبي. وهنا بتكلم عن كوتينيو اللي بيسيب الليفر ويخلع بيبطل كوره يا صاحبي، ومن زمان قوي. عندك اخوك توريس واخوك مانيه وفينالدو وغيره، والوحيد اللي نفت هو لويس سواريز. يا ابن المحظوظ يا فوزي. كوتينيو بعد ما استون فيلا فعب بند شراء ب 20 مليون يورو، جيرارد ما كانش بيعتمد عليه وإمري مش عايزه اصلا، فكده استون فيلا لبس لبسه وحشه. رقم 6 ديكتلاري اللي انتقل من كلوب بروج الى ميلان ب 35 مليون يورو. بس انتوا يا جدعان ده ياما عليهم يا جدعان، دول غلابه يا جدعان، الميلان غلابه. 35 مليون يورو دول بالنسبه لهم ياما. ورغم ان انا حاطه في اسوأ الصفقات، بس انا عندي امل ان الواد ده السنين اللي جايه يعمل حاجه، وبخصوصا ان لسه سنه 22 سنه بس. اما بقى رقم 5 هو كيلفن فيليبس اللي انتقل من ليدز يونايتد لمانشستر سيتي ب 50 مليون يورو. وعلى فكره من خلال ليدز انضم لمنتخب انجلترا فعلا، وكان مادي مستويات كويسه جدا مع ليدز، بس هو راح السيتي من هنا وجوارديولا قال له ها عندك. صدق بالله انت هتفارق دكه الاحتياطي طول ما انا بدرب. ولعبوا ماتشين بس اساسي في الدوري اللي هم اخر ماتشين، اللي هو السيتي اصلا كان حسم الدوري. طب يا عم جبته ليه؟ بس مش مشكله، السيتي اكتسح الكل لما صفقه ما توفقش. يلا بيس يا مان. وجايز لو كان لعب كان ظهر بمستوى كويس. رقم 4 هو ريتشارلسون اللي اندفع فيه 60 مليون يورو من نادي توتنهام. هتقولي ازاي يا عم كان حلو في كاس العالم؟ هو جاب الجونين اللي في افتتاح كاس العالم، منهم الباكورد قال لك بس ده الظاهره رونالدو. خد الصدمه بقى، ريتشارلسون مع توتنهام ما سجلش غير 3 اهداف بس. انت مهاجم يا حبيبي. ندخل بقى على التوب 3. رقم 3 هو مودريك اللي اندفع فيه 100 مليون يورو، وانتقل من نادي شختار الاوكراني لنادي تشيلسي الانجليزي. كل اللي انت عملته رحت عليت على ارسنال عشان تاخد اللاعب بالعند وخلاص. طب البس بقى. رقم 2 هو لوكاكو. منك لله يا انتر، انت اللي لبستهم لوكاكو ب 120 مليون يورو، ومن بعديها الواد ما اشتغلش تاني. وبعد كده ابن النصحى رجع خدوا اعاره ب 9 مليون يورو، فكده كده الانتر مستفيد في كل الاحوال. ودلوقتي الانتر عايز يرجعه تشيلسي تاني، يبقى مين الشوال الحقيقي؟ اكيد هو تشيلسي. والله انت مالي نقطه. بس رغم يا جماعه كل النقد البناء اللي انا قاعد انتقده النادي تشيلسي ده، اللي عندي امل ان الموسم الجاي ممكن يعملوا حاجه. نيجي بقى لنمبر 1، هو من اكتر اللعيبه اللي بكرهها في حياتي، العربجي دييجو كوستا اللي رجع الدوري الانجليزي عن طريق نادي وولفرهامبتون. اللي شدني في القصه دي هو تقديمه وبتاع وشويه الديابه اللي كانوا حواليه والكلام ده. يلا اهم شويه ريتش حلوين. دييجو كوستا لعب مع وولفرهامبتون 24 ماتش، سجل جول. قول لنا في الكومنتات مين اللعيبه اللي نسيناها في القايمه دي. ولو عليا انا كنت عايز احط كل صفقات تشيلسي ما عدا انزو فرنانديز. وبكده تكون انتهت حلقتنا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. كان معكم احمد حربي، سلام.